واللي بيدينا بيبقى فيه كل مساوئ الدنيا وعلى قلبنا زي العسل. حبيته جدا 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 وتعلقت بيه جدا جدا جدا، وما كانش راضي يكمل معايا. كان بيعاملني معاملة مش حلوة عشان أطفش منه ويطهقني علشان أبقى أنا اللي مشيت، وفجأة لقيت نفسي بفتكر كل ذكرياتنا زمان ولسه بحبه زي ما كنت، وببقى مبسوطة جدا وأنا بكلمه. بس دلوقتي احنا صحاب وانا عارفة اني مش هقدر ادخل معاه في علاقة لان هو مش مناسب ليا خالص، ومش قادرة امنع نفسي ومش عارفة اعمل ايه. كان بيطفشك ويزهقك ويعاملك معاملة مش كويسة علشان انتي تمشي وتسيبيه وترجعي تاني تكلميه. لا، انتي اللي عندك مشكلة، الراجلين دول مش هم اللي عندهم مشكلة، انتي عندك مشكلة نفسية. انتي يعني احنا لازم نتعالج، وبتكلم بجد ما بهزرش معاكي. يعني ليه دايما او ليه في نوع من الستات او البنات اللي يبقى حبيبنا وبنحبه وبنموت فيه، واللي يجي يحبنا ويتقدم لنا هادي قوي، اصل امكانياته مش قد كده، اصل ما بيحبنيش قوي، اصل هو، ونطلع فيه القطط الفاطسه. واللي بيدينا بيبقى فيه كل مساوئ الدنيا وعلى قلبنا زي العسل. يعني بتصرفوا عليهم وبتاكلوهم وتشربوهم وتخرجوا معاهم وتدفعوا الشيكات وتجيبوا لهم هدايا وتستحملوا عصبيتهم وتستحملوا خيانتهم وطولة لسانهم، وبيمد ايده عليكي وبيخونك وبيعرف صاحبتك وتسامحيه وترجعي له. ايه المقابل؟ انا معاكي. واحده فيكم ترد عليا، عشان انتي في الاخر بيحصل ايه؟ بتستحملي كل الرصه اللي انا قلتها دي عشان في الاخر هتفوزي بجائزه نوبل، هتاخدي شيك ب 10 مليون دولار، هتطلعي الفضاء في صاروخ، هتتهنني طول النهار والليل، هيقعد يتعبد في محرابك. ما نعقل بقى ونركز ونهدى شويه. يعني الحب حلو صحيح، بس يعني ما نأمن ما يصحش. يعني ايه بقى؟ ما تصلوا على النبي كده يا جماعه. هتشل والنبي، موضوع القلب ده هيودينا في داهيه لو ما بفكرش. ما تخلي خط القلب ماشي مع خط العقل، يمكن يعمل توازن، ويمكن في الاخر يعني تطلعي بحاجه حلوه، بدل ما انت كل شويه بتطلعي بحاجه وحشه وبتزعلي وبعدين ترجعي تقعي في الاوحش تزعلي اكتر. ما تمشيهم جنب، صاحبيهم على بعض، صاحبي قلبك على عقلك، يمكن يحصل حاجه في الاخر. يعني يمكن المعادله تديك يعني 6-0.